أستاذ فؤاد مخزومي، صباح الخير. صباح النور. طبعا سأستضيف أيضا لوري هيتيان الناشطة في صفوف الثورة. بداية أريد أن أسأل ضيفي، هل تمثل السلطة وهل تقبل أن تصنف سلطة بصفتك فقط نائب وليس أي نائب عن بيروت؟ أول شيء أنا تحديت الكل مثل ما بتعرف. من أول شيء تنبلش نقول صباح الثورة بعد سنة من الانتفاضة، من الثورة اللي ابتدت. أنا بعتقد الثورة مكملة. صحيح الطبقة السياسية تعلمت كيف تتعاطى مع الثورة باستعمال القمع، باستعمال القوة، باستعمال الرصاص، أمرار مطاطي، أمرار غير مطاطي. ما في تدجين؟ ما بعتقد العالم تتدجن، لأنه شوف، لو كانت الثورة صارت اليوم، نحن عنا في 3 مشاكل صارت مع بعضها. واحد، صار في انتفاضة فعلية انه خلصنا الطبقة الحاكمة فاسدة. 2، وين مصريتنا؟ اليوم نحن بالنتيجة المواطن بده يعيش. اذا في طعم اولاده، في يحط سقف فوق راسه، في يوديهم للمدارس، في يحكمهم، معه وقت يتعاطى بالسياسي. بس نهار يلي بيصفي في عندك مثل يلي مرقنا فيه عملية تفليس البلد بالكامل، مش لأنه هلأ صارت التفليسة، طول عمرها كانت التفليسة، بس كانوا عندهم ذكاء كفاية إنه ضحكوا علينا. اليوم ما بقى في ضحك، لأنه فعليا المصارف والمؤسسات المالية والبنك المركزي والدولي ما في مصريات، في تفليس وفي تجويع كمان. 3، ما حصل ببيروت ب4 آب، أكبر جريمة حصلت ببلادنا بخلال ثواني. 200 قتيل، 6000 جريح، 300,000 مشرد من بيوته. وين صارت بالحرب الأهلية؟ ما صارت عنا فيها. هالمجموعة بعتقد صفوا اللبنانية صاحيين لدرجة عم يقولوا لك حاش ضحكوا علينا، هذه طبقة فاسدة، كلهم يعني كلهم. انت بتعرف انا اول مرة ترشحت للانتخابات كانت سنة 2000، اسقطني وقت السوري مع الطبقة الحاكمة نفسها يلي حاولت تسقطني بال2018. أيعقل انه رئيس وزارة ووزير داخلية يتآمرون على المرشحين ببيروت ضدي انا، لانه انا الوحيد اللي ما كنت بالسلطه، وما قدروا يعملوها لانه العالم كانت حابه بالاخر تغير. لكن انا اليوم مش قانون الانتخاب الجديد هو اللي وصلك النسبي؟ لا 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 لا، انا اللي انلعب خي، معلش. كان معي انا لما فرزت الاصوات فوق 22,000 صوت، لما اعلنوا لي لائحه صفت بالاخر تحت 16,000 صوت. شو نحن عنا محايا نازلين طول الليل؟ ما نحن بتعرف تاخرت نتائج بيروت. انا بعتقد اليوم على القليل اللي كان طالع معي واحد، حسب المعلومات كان طالع مع 2 يلي طلعوا يلي سقطوا لي اياهم، 2 من يلي كانوا بمفهوميه 2016 الزعيم الاقوى عند السنه، الزعيم الاقوى عند الدروز، الزعيم الاقوى عند المسيحيين. هذا اللي صار فيها. ما كان بدهم لا درزي يطلع معي ولا سني يطلع معي، لانه كان بالنتيجه بالنسبه لهم هن وبس. لكن اليوم انا بعتبر حالي انه كل شيء عملته الثوره، وانا من اول نهار تبنيت مواقف ثوره لسبب واحد، قدروا يحققوا يلي انا ما قدرت احققه بخلال 20 سنه. مشان هيك انا بعتبر حالي ممثل، لانه انا كنت ناوي استقيل، مش انه ما كنت فيه، بس لما اسقطت حكومه حسان دياب انه خلينا نكون من جوا بدنا نعمل تغيير، لانه بالنتيجه بدنا اشخاص من الداخل وبدنا اشخاص من الخارج نتعامل نحن وياهم. وانا بعتقد اليوم بالنسبه لي انا 100% مع الثوره، انا 100% مع مطالبهم، وكنت واضح من اول الطريق. السلطه فشلت، السلطة طبقة فاسدة، السلطة جوعتنا، السلطة أخذت أموالنا، السلطة ما عم بتخلينا نتحكم، السلطة ما عم بتخلينا ناخد دم قلبنا اللي اشتغلنا فيه عشرات السنين بالخارج ورجعنا مصرياتنا على البلد وما قدرنا فيه. لكن أنا بالنسبة لي بعتبر الثورة مكملة. أنا بعتبر الثورة اليوم صفت ناضجة، يلي بلشت انت بمقدمتك عم تقول شو رح تكون شريكي. انا بعتقد هذه الطبقة سوف تحاول ان تضل متمسكة بمقاليد الحكم. عم نشوفها بعد سنة بده يرجعوا الحريري، بعد سنة بده يرجعوا نفس الاشخاص اللي اسقطتهم الثورة. لكن اليوم المطلوب منا نحن كأهل هالبلد يلي حابين نبني مستقبل لأولادنا وأحفادنا، نبلش نفكر من خارج الطريقة اللي كنا عم نفكر فيها قبل 12 شهر. اليوم واضح ليس هناك نية لانتخابات مبكرة، حتى مني شايف نية لانتخابات فرعية، لأنه بدهم كل اللي بوجعوا الراس يشيلوهم. أوكي، لكن هون أنا بيجي بقول خلينا نشتغل لكن التحضير للانتخابات يلي سوف تحصل إن شاء الله على وقتها ب 18 شهر. 18 شهر منه فترة طويلة. إذا كلنا فينا نشتغل مع بعض ونخوض معركة انتخابية، لأنه بدنا تيجي لبنان نظام برلماني، وإذا ما سيطرنا على مجلس النواب ما حنقدر نغير بهالقوانين. يعني ذكرت وذكرت بشعار الثورة كلهم، يعني كلهم اليوم، وحييت الثورة طبعا بشكل واضح. اليوم صحيفة الأخبار تقول رفعوا شعار
كل يعني كل، لكن لا بأس أن يكون بينهم كوادر وقادة وممولون من أركان السلطة نفسها. من يمول الثورة؟ لا، هذا كلام بعتقد. شوف، المنظومة الحاكمة عندها أول شيء قالت إنه هذا مشروع أمريكاني ومشروع إسرائيلي ومشروع خليجي، ما خلوا كلمة ما حطوها عليهم. طيب، لما هن هالطبقة الحاكمة كانت تروح على إيران وتجيب مصاري، أو تروح على بلاد تاني وتجيب مصاري، هذا كان مسموح. واليوم إذا كان في ناس حابين عايشين إن كان بخارج لبنان حابين يمولوا هالثورة، صفى بالآخر تمويل خارجي، لا يطولوا بينهم علينا. أنا بعتقد هذا الكلام إنه بالآخر نجي دايما نلوم إنه نحن في أصابع خفية عم تحرك الشعب اللبناني. يلي عم يحرك الشعب اللبناني بده لقمة عيش، الشعب اللبناني بده يشتغل، الشعب اللبناني بده يعيش، الشعب اللبناني بده يبحث اولاده على المدارس. هيدا هو تعتبر بالاخر تدخلات اجنبية فيها. ليش لما كان في عندك احزاب بتقول علني انا الدولة الفلانية بتمولني، هيدا كلام مسموح. ولما المواطن بيروح عند لبناني عايش ان كان بالسعودية ولا كان بامريكا ولا كان بفرنسا وعم يقول انا مستعد ساعدكم لانه عندي القدرة، يعتبر تدخل خارجي؟ معلش اطلعوا لنا من هذه القصة. استاذ فؤاد مخزومي، بالسياسة الآن تأجيل الاستشارات النيابية، من طلب التأجيل ومن يخدم التأجيل برأيك؟ شوف، اول شيء خلينا نبلش الكل حلاوة هالبلد. نحن جماعة يعني إذا بنحطنا بالأوسكار اللبنانية وخاصة الطبقة السياسية الحاكمة بتربح، لأنه بتضحكوا على إبليس، يعني نكون واضحين. فجأة صفى في عنا مبادرة فرنسية كلهم تمسكوا فيها، هذا بقول لك 90%، هذا بقول لك 70%، هذا بقول لك 80%. أوكي طيب، بس هذه المبادرة هي اللي طلبتها الثورة من سنة. تمام، طلبوا عملية إصلاح، طلبوا عملية عدم تدخل، بدنا حكومة مستقلين، بدنا حكومة مستقلين من راسها لا أعضاء، بدنا أشخاص ما يكون تابعين للأحزاب، بدنا عملية استقلالية قضاء، بدنا عملية IMF، بدنا عملية الفورنزيك أوديت تبع الاستقصاء الجنائي تبع المصارف. طيب، شو هي المبادرة الفرنسية؟ ما تمنت مبادرة الشعب ومشي فيها. بس يلي نسيت المبادرة الفرنسية انه الشعب قال لا يمكن ان تطبق وسط الطبقة الحاكمة، لانه هذه مجموعة فاسدة. يعني لا تلحظ المبادرة الفرنسية أبداً. الورقة الفرنسية تكليف الرئيس الحريري ماني شايفة أنا بعد سقوط خيار مصطفى أديب. لا، أنا اليوم بتقول لك شغلة، لا شك هناك تدخل فرنسي سافر بعملية الدعم الرئيس الحريري، واضح، لأنه عم نسمع من وليد جنبلاط، سمعنا أنه إجا تليفونات من فرنسا لعملية أنه طلب منه دعم مبادر الرئيس الحريري. طيب، أنا السؤال لك، نحن أكيدين 100% أنه الحريري وجنبلاط وبري وحزب الله والرئيس وكلياتهم يمكن بقلبهم بدهم يساعدوا لبنان، وما حدا رح نشكك بولائهم لبلدهم. جربناكم وفشلتوا، جربناكم حتى بالاخر تطلعوا ببرامج اصلاحيه، بس لما كانت بمفهوميه الوفاق الوطني يلي نحن من بعد الطائف نتغنى فيه، الوفاق الوطني يعني فرانك بده ينصرف، الكل بده يشاركوا فيه. لكن نحن باليوم هالفكره فشلت، وصلتنا للفشل. بس كمان جربنا رئيس حكومه من خارج السلطه اللي هو حسان دياب. لا صلح هون ما بدنا حتى نزيد كتير. حسان دياب جاء بمفهومية انه هو مستقل، بس ما خلوه يركب حكومة مستقلين. يعني يلي صارت فيها بحكومات الماضية قبل حسان دياب كان كل حزب يقول هول السنة تبعولي وهول الشيعة تبعولي وهول الدروز تبعولي وهول المسيحيين تبعولي. بحكومة حسان دياب لأنه شافوا المجتمع الدولي والشعب رافض عملية الاستمرارية، ضحكوا علينا، قال أنا ما حجيب لك واحد معه بطاقة، بس أنا كحزب بدي عينه. وسمعنا وزراء لما سئلوا ليه ما مضيت هالعقد الفلاني بالنسبة لموضوع الفورنزيك أوديت، شو كان كلامه؟ مرجعيتي السياسية قالت لي ما تمضي. طيب لك وين الاستقلالية صارت فيها؟ أنا اليوم يلي بحزن لما جيت أنا من عندكم عن هالمحطة، اطرحت بسنة الماضي مشروع، قلت لكم فينا نعمل مشروع من 7 نقاط. اليوم بدنا نزيد عليه طبعا ما حصل ببيروت، لأنه نحن مصرين على تحقيق جنائي بما حصل ببور بيروت، لأنه هلا بعد 72 يوم ما عرفنا شو صار. مصرين على إعادة إعمار بيروت مش بالطريقة اللي تعمرت فيها سوليدار، يعني ما بنجيب واحد ومنرجع منسلمه بيروت كلياتها بنرجع بنعملها. 2، نحن طالبنا بحكومة اختصاصيين من راسها لا أعضاء. وبيجي بتقلي ما في عنا اختصاصيين، بلا عنا اختصاصيين، بدي حاطيك أنا بعض أسامي. ماشي، غسان سلامي بتعتبره بالاخر في يعمل وزير خارجيه ولا لا؟
واليوم كل العالم بتعتبر غسان سلامي عنده الخبره الموجوده. لما يجي يطلع على وزير ماليه ما بدنا نجيب واحد شيعي حتى ما نعمل بالاخر لخبطه. يا اخي ناصر سعيد شو بيشكي؟ صعب الزين شو بيشكي؟ لما بدي اجي اطلع على وزير خارجيه او على وزير عدل السفير نواف سليم شو بيدعي؟ يعني معلش كلهم هون اشخاص ما حدا بيشكك فيهم. العالم عم يقولوا لنا يا اخي بدنا نساعدكم، والله بدنا نساعدكم، بس بالنتيجه اعطوني حكومه مستقلين. السياسيين بيقول لك انا لن ارضى بحكومه مستقلين لانه ما في شيء اسمه مستقلين. حبيبي تعال اقول لك شغله، مش كلياتنا نحن واصلين لمرحله انه انت بدك تقرر لي مين هو السني ومين هو الشيعي، مش كل العالم ماشي معكم. مشان هيك انا بقول شيل بحزن على الكل هالطبقه السياسيه. إلنا سنه عم نقول لكم انتم فشلتوا. فيك تفسر لي ليه اليوم انا بدي اجيب واحد من هالمنظومه بيض له صفحته، ارجع اعمل له ريباكجينج، غير له بالاخر انه هو بالاخر ما له علاقه بطبقه الفساد، وقول له انت سوف تقود الاصلاح وعمليه القوانين لمكافحه الفساد. ليه ما عملتها لما كنت حضرتك انت بالوزاره؟ واحد. اثنين توجه لرئيس الحريري. رئيس الحريري ديركت، هيدا واحد. اثنين لما بيجي ناس تانيين مثل الرئيس مئاتي بيطرح حاله كمان او مبادره. طب ما انت كنت عملت رئيسين مرتين رئيس وزراء ما قدرت تعمل اصلاحات. بس شو مشروع هلا تكنو سياسي. خليني يكون من الاخر. العالم عم يقولوا لنا بكل صراحه اوكي، وبعتقد سمعناها، والفرنسي جرب يعمل لها نوع من عمليه التركيبه. السعوديه، الامارات، الامريكا، الاتحاد الاوروبي عم يقول لك لن يكون هناك اي دعم اذا كان هناك حزب الله شريك بهالحكومه. نقطه على السطر اوكي. اجى الاوروبي اول مره، اجى ماكرون اول مره قال بدنا حكومه اختصاصيين، بعدين رجع غيرها. اول شيء عفوا اول مره انه حكومه بالاخر وفاق وطني، ما باكت ناسيونال، بس هو نحن ترجمناها وفاق وطني. ثاني مره قال نحن ما عندنا مشكله بس بدنا دعم القوى السياسيه. ما قال لهم انتم شاركوا فيها، انتم دعموها تتنجح. بدي اسالك سؤال اليوم، لو نحن العالم سمعت مني لما قلنا نحن بدنا نعمل حكومه من 6 اشهر لمده 6 شهور واصلاح، هذا الكلام كان بنوفمبر الماضي، كنا خلصنا. طيب كلنا بعدنا عم نتقاسم. السؤال اليوم لهالطبقه السياسيه، شو خسر سعد الحريري لو كان بهالسنه قاعد فيها برا؟ حزب الله لو قاعد برا فعليا، لو حركه امل، لو تيار الوطن الحر فعليا قعدوا برا، وبعد سنه ما نجحت بتسقطوها. يا اخي شو المشكله؟ ما انتم المجلس النواب بايديكم. بس المشكله اذا نجحت هذه الحكومه ستبقى. ما بس سبقت، كنا بدنا نعمل انتخابات مبكره. لو هالحكومه جاءت كنت لازم نعمل انتخاب مبكره، لانه لن يمكن تغيير هالطبقه السياسيه الفاسده الا بانتخابات مبكره. لانه نحن نظامنا نظام برلماني، نحن لا يمكن الشيء الثابت بهالبلد هو البرلمان والبقايا متغير. هن يلي بالاخر بيعطوا، هن ياخذين الثقه من الشعب يلي على اساسه يستعملوه لانتخاب رئيس جمهوريه، رئيس مجلس نواب، رئيس مجلس وزراء. اذا ما كان في عنا مجلس نواب يكون عنا فيه الاكثريه. بس انا بيجي بقول للثوره ما ضروري ناخذ الاكثريه، 30 واحد بكفي من اصل 122. بنجمد هالمجلس على اجريه ما بخليه بالاخر ياخذ قرار. خلينا نشتغل كلياتنا مع بعضنا على انتخابات تنقدر بالاخر نعمل تغيير. اوريدي كان في عنا نحن 10 نواب، يعني قبل الاستقاله ب4 آب كنا عم نشتغل مع بعض تنعمل كتله. تصور هول 10 وربحنا بجو لما كانوا هن مسيطرين وقبل الثوره بلبنان. تصور شو معقول نعمل اليوم لو صارت انتخابات مبكره. هيدا هو الشيء بدنا نشتغل عليه. صدقني فينا نعمل تغيير، وخلينا نقول للثوره لازم نكفي. لا ربحانين، اسقطنا حكومه الفساد اللي كانت موجوده بالماضي، لم نسمح لهم انه يرجعوا لا اول مره ولا ثاني مره ولا ثالث مره، لكن بالفعل العالم شايفين انه صار في قوه بهالثوره ولازم تكفي. استاذ فؤاد مخزومي، حرق حسن دياب، حرق مصطفى أديب، برايك الترشيح اليوم تكليف الرئيس الحريري نفسه رح يحرق صبيان؟ الرئيس انا استغربت انه اول شيء هو عين حاله، يعني بالمقابله التلفزيونيه قال انا المرشح الطبيعي الوحيد. يعني نحن كلياتنا بنعرف ان 2016 المعادله يلي صارت وقتها برعايه حزب الله انه تخلينا نتفق كلياتنا بنجيب الزعيم السني الاقوى بنعمل رئيس وزراء، زعيم الشيعي الاقوى بنعمل رئيس مجلس. بتعرف القصه كلياتها، ونجح فيها حزب الله بقانون الانتخاب. اجا قال كان في بالشمال طه ناجي يلي هو مثل عدنان طرابلسي، قرروا يسقطوه بالشمال لمصلحة سعد الحريري، حتى ما يقولوا إلا أنه في زعيم واحد نتعامل معه ولا هو سعد الحريري، هو حليفهم الفعلي. نفس الشيء صار مع الرئيس بري. الرئيس بري أخذ 100,000 صوت أقل من حزب الله بلبنان بالانتخابات، عطوه 16
وهن اخذوا 15. بنطلع نفس الشيء على الوطن الحر، لكن بالفعل حزب الله قر سلف مين هو الزعيم الاكبر حتى يلي بيرتاح لهم. جاءت الثوره ب 17 اكتوبر وكشفت هالمنظومه كامله. دخلك بدي اسالك اليوم، الحريري معه 19 ولا 20 نايب، في رجالي مصرياتي في يعمل رئيس وزراء؟ اليوم الرئيس بري لو في انتخابات هو مسؤول عن الهندسه الماليه طبعا. لكن بدي اسالك مين جابه لرياض سلامه؟ انا وياك رفيق الحريري طبعا. اوكي، وكانت استمراريه. والبرهان باخر مقابله عند مع الرئيس الحريري على التلفزيون لا بكل صراحه بالنسبه له رياض سلامه عم يعمل شغله. طيب اذا كلياتنا اللبنانيين شايفين انه رياض سلامه هو كان من الادوات الاساسيه اللي وصلنا لهالبونز سكيم، واذا انت اليوم عم بتقول انا رئيس وزاره اصلاح بدي اجي غير، بس الثوابت تبع الماضي ما بدي غيرها، بتاخذني شو هو الاصلاح اللي جايب لي؟ ما همنا نحن اليوم اصلاح اقتصادي، شو اسمه، بدنا نصلح بموضوع القضاء وكلياته. طيب اذا اليوم كلياتنا مرتاحين لهالوضع الكافي، شو رح تجيب لي زياده على الطاوله اللي ما جبت لي بالماضي؟ بدنا نحكي شوي استاذ فؤاد مخزومي بالبيت السني. هل اليوم نادي رؤساء الحكومات السابقين صار هو قمه عرمون الجديده؟ هل اخذ محل ايضا دار الافتاء؟ هن عينوا حالهم، حلاوه لبنان كل واحد بيعطي حاله دور. اوكي، قرروا هول الشباب يقعدوا. طيب بدي اسالك سؤال، حسان دياب ما عضو ما شو رئيس وزراء سابق؟ ليه ما بيدعوا للاجتماع؟ هن قرروا مين بده يطلع لانه مصالحهم متشابكه. خلينا نكون واقعيين، من 2005 بعد استشهاد الرئيس الحالي رئيس السنيورة اليوم مش على تواصل يعني وعلى هيك رئيس السنيورة أذكى واحد بيناتهم، نكون بصراحة، فهمان الجو العالمي، بس فهمان انه بالاخر ما عنده مصلحة يطلع ويقول فعليا يلي هو بيفكر فيه. بقى لك خلينا نلعب اللعبة، هو عارفين انه امكانية رجوعه للحكم صعبة. اوكي، بس بقول لك ليه بدي اعمل مشكل؟ بعد عن الشر وغني له. اوكي، وانت لاحظت قال الرئيس السنيورة بوقتها لما بفترة تكليف الرئيس مصطفى دياب او مصطفى أديب، شو قال؟ قال نحن كان بدنا نواف اسلام بس حزب الله ما كان بده. طيب سؤالي لك لهالرؤساء الوزراء، لكن كل واحد منكم اجى بتعليمات من حزب الله، كل واحد منكم اجى بموافقة حزب الله، كل واحد منكم اجى بالاخر لانه في اتفاق مسبق مع حزب الله. لكن على شو عم تحكوا انتم نحن بدنا الشيعي وما بدنا الشيعي وبدنا هالمواضيع وتطبيق الطائف؟ الطائف لم يطبق. ولما نحن بنجي بنقول السنه ولح ما احكيها بطريقه اللي انا عادة ما بحكي فيها، لما نحن بالنسبه لنا مد اليد على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، ما كان في امكانيه انه يمد اليد على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء لو ما رئيس الوزراء وافق على عمليه السماح للاخرين بمد اليد عليه. هاي رفيق الحريري بحياته ما خلى حدا يمد ايده عليه. بس هلا عم بيعمل بطل لرئيس سعد الحريري. بشو؟ عم بيرد على رئيس الجمهوريه انه انت بتعمل تاليف قبل التكليف، انا رح كلف حالي وراح كلف والف قبل الاستشارات. يا عيني، يعني بالاخر انه اثنيناتهم بكلامك هذا اثنيناتهم منهم محترمين الدستور. بدي اسالك سؤال، رئيس السلطه التنفيذيه بلبنان بعد الطائف عنده هو ومجلس الوزراء السلطه الكامله، مظبوط ولا لا؟ طيب سؤالي لإلك، اذا انت لحتى تحط نقطه على الطرف الثاني بتزايد بعمليه انه تمسيح الارض بالدستور تبعنا، ما تاخذني شو هالسلطه التنفيذيه بدك تدير؟ هي صفت ديكتاتوريه. بعدين لا نعتبر انه اليوم التاخير بالاستشارات كان خطا، اوكي، وانا معتد لازم الاستشارات كانت تصير دائما على وقتها، اوكي، بالنتيجه بدنا حكومه. طيب اذا غلط رئيس الجمهوريه بحسب قوله للرئيس الحريري، بيجي بعين حالي وبكلف حالي وبروح بعمل استشارات وبدي ركب الحكومه قبل ما يصفي الاستشارات، هيدا منه بالاخر طعن بالدستور؟ السؤال للرئيس الحريري والرئيس مئاتي وللكل. اليوم لما السنة بيقولوا نحن في حقوق مد اليد على رئيس مجلس الوزراء، ما انتم كنتوا رؤساء الوزارات الاربعه، انتم يلي تنازلتوا عن الصلاحيات، انتم يلي بالاخر لمصالحكم الشخصيه رضيتوا تمرقوا قوانين ومشاريع يلي اليوم في علامه استفهام من الشعب ومن المجتمع الدولي على عمليه شفافيه ترسيه العقود وكله. لكن مين اللي جبركم؟ اليوم الرئيس رفيق الحريري الله يرحمه ما حتى كان دائما بالاخر ما يمضي، لما شاف الامور تيجي، لما اجى السوري ما يمضي. ليه انتم مضيتوا؟ ليه انتم بالاخر فتوا على الاخر بهالمواضيع؟ لا ما ياخذونا، هيدا الموضوع ما بيصير. الشعب حرام، الشعب جيعان، الشعب ما عم يقدر يعلم اولاده، الشعب ما عم يقدر يحكمه، وهلا جايين بنفس الاشخاص بدك تعملها. بعدين انت قريت بجريده الاخبار امبارحه
انه تم الاتفاق مع الرئيس الحريري انه في حاله تم تكليفه الخميس الجاي الاسامي اللي حتنعطى له هو ينقي بيناتهم. وين هي الاستقلاليه لكان؟ ما رجعنا لنقطه الصفر. بعدين بدي اسال السؤال، كيف الدرء الشيعي له حق يعين وزرائه والمسيحي ما له حق يعين وزرائه؟ كيف الدرزي في يعين وزرائه والمسيحي ما في يعين وزرائه؟ معلش، يا الكل يا ولا واحد. استاذ فؤاد مخزومي، تصحح تندي او تؤكد، هل فعلا جبران باسيل طرح اسم فؤاد مخزومي مرشح صالح لرئاسة الحكومة؟ أبدا، أنا اللي طرح اسمه هو رئيس الجمهورية. واليوم إذا رئيس الجمهورية طرح اسم، ما هو طرح اسم الحريري بالماضي، هو طرح اسم سعد الحريري أكثر من مرة. معلش يأخذونا إنه إذا طرح اسم فؤاد مخزومي من رئيس جمهورية بيكون خطأ، بس إذا طرح سعد الحريري بيكون صح. ما هذه من صلاحيته، ما هو بالاخر هو اللي بيمضي المراسيم، صح ولا لا؟ اليوم بتقلي انه بالاخر ما في ممانعه، بقول لي ليش؟ مين عنده ممانعه غير اللي لازم نحكي بالواقع هو سعد الحريري. واليوم سعد الحريري، لانك نايب عن بيروت وخرقت الليل طبعا، لانه انا تحديتهم كلهم. وهو ما تنسى قال ب3 ايام قبل الانتخابات انا بدي سقطه. مين هو هذا فؤاد مخزومي؟ تسكر له بيته. اوكي، الحمد لله الشعب انتخبني. اوكي، لكن اليوم موضوع الشخصي إذا رح نضلنا نتعاطى نحن لسوء الحظ بالسياسي بالشخصنة بحياته هالبلد قال لي فوق هيك. اليوم شو هي المشكلة اللي عم نشوفه بكل التكليف؟ وين حصتي وين حصتك؟ كل شيء عم نقول نحن ما معقول يكون في واحد له حصة ولا ما له حصة. عدوا كلكم برا، اعطونا هال6 اشهر حتى نعمل هالحكومه، اعطونا هال6 اشهر. الفرنسي والامريكي والخليج يعمل لها. مين انت نعملها يعني حضرتك تترأسها؟ اذا اليوم انا بالنسبه لي هذه مسؤوليه، اذا كان مطلوب وان نحن في عنا البرنامج يتم الاتفاق طبعا انا في اعملها، بس انا بعملها مع فريق متكامل، مش انه انا بدي اجي بدها تكون الفريق كله متفق عليه. بدي اسالك سؤال، لو كلياتهم قعدوا على جنب باكتوبر الماضي وخلونا بهال10 اشهر، ما كنا بالاخر شفنا المجتمع الدولي واقف جنبنا؟ المجتمع الدولي عم يطالب فيها. اليوم يلي انا بخاف فيه انه لما قلنا بعد 10 اشهر بيجي هلا بنجي يقول لك حصتك وحصتي، لا في فرنك رح يفوت على البلد ولا في شيء. من هون نصيحتي لكل القوى، اذا اليوم نحن جبنا حكومه مستقليه من راسها لوزرائها ونجحت، ليش جماعة الحريري ما حيكونوا مستفيدين؟ جماعة حزب الله ما حيكونوا مستفيدين؟ جماعة عم ما حيكونوا مستفيدين؟ طبعا، لكن اعطوا المجال للكل. بس اني خايفين انه مثل ما تفضلت اول الحلقة، اذا العالم شافت انه في امكانية نغير بلاهم لما بتيجي الانتخابات رح يدفعوا ثمنها، وهذا هو اللي لازم نحن والثورة نشتغل عليه. علاقة استاذ فؤاد مخزومي بدار الفتوى، واستطرادا هل الرئيس سعد الحريري هو دائما الابن المدلل في دار الإفتاء؟ أنا هيدا دائما شوف، لما صارت عملية حكومة تكليف الرئيس حسن دياب صار في جدل بتذكر يعني فيها، وتأخر تستقبلوه. ما استقبل. هو خلينا نكون واقعيين، دار الفتوى مؤسسة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء. نكون واقعيين، نحن بتعرف دار الفتوى من على أيام السلطنة العثمانية تابعة للحاكم. صحيح عندها استقلاليتها وعندها قوانينها، بس من نتيجة موازنتها وكل شيء بيجي من موافقة من مجلس الوزراء. لكن اليوم يلي كان موقف سماحته، وأنا قلت وقتها من دار الفتوى، إنه أنا ما شغلتي أتدخل بالتكليف ولا بما معي، لأنه أنا بالنتيجة مؤسسة دائما مؤسسات الدولة، ما أنا اللي بنتخب رئيس وزراء. نهار يلي بيصفي فيه التكليف والزلمة بيصفي موجود، أهلا وسهلا، واستقبلوا إذا بتتذكر وقتها. لا بقى اليوم من عملية إنه بالآخر مع أو ضد. تاريخيا دار الفتوى هي أقرب كان الرئيس رفيق الحريري، وبالاستمرارية صفت أقرب لبيت الحريري. بس بالنتيجة ما شفت أنا من المفتي مواقف يلي مزبوط. بالانتخابات الماضية هو مشي مع الحريري ضدنا كلياتنا. أوكي، بس أنا بدي أسألك سؤال، أنا كمسلم سني، أنا بتطلع بدار الفتوى كمرجعية دينية موجودة ببلدي، بمعزل إذا في اختلاف بيني وبين الشخص الموجود فيها، أنا مع المؤسسة، ونحن دائما بنحمي المؤسسة. وبتعرف نحن كل مشاريعنا كان مؤسسة مخزومي ولا دائما بنوقف نحن مع دار الفتوى، لأنه بالنتيجة هيدا دارنا مش دار شخص. بالنسبة لي في بعض سياسيين بيعتبروا إنه هيدي لهم، هيدي مشكلتهم هن، لأنه اليوم هن موجودين بكرة منهم موجودين. لكن إذا ما فهمنا على بناء المؤسسات ويكون عنا علاقات مؤسساتية مع بعضنا، لا ساعتها بالآخر رح نرجع لمبدأ الغاب يلي وصلنا للحالة الخراب اللي نحن واصلين فيه اليوم. وبدي أسأل يعني طبعا عن علاقاتك العربية الخليجية، هل هي جيدة؟ وماذا عن العلاقات مع إيران؟ لأنه إذا كانت كتير جيدة مع الخليج
تصبح إيران يعني عقبة أمام وصول الشخص إلى النيابة أو الوزارة أو إلى أي أنا مركز؟ بالنسبة لي وضوح العلاقات خارج لبنان أولا مع بلاد الخليج على رأس السطح، وإذا كان هناك خيار بين الخليج بين السعودية والإمارات وإيران خيارنا السعودية والإمارات. هذا لا يعني إنه نحن بدنا حرب مع إيران، نحن نتمنى الخير لإيران، نتمنى إنه تنجح وتحل مشاكلها، وإذا بكرة بالمستقبل ما بقى في عقوبات وصفى التجار اللبنانيين ورجال الأعمال في يتعاطوا مع إيران، ليه لا؟ بس تيجي تقول لي اليوم عندي 450 ألف لبناني عايش ويرتزق من عشرات سنين من السعودية ومن الإمارات ومن بلاد الخليج، بدي عرضهم للمشكل وللخطر بس تعامل سياسي أمر كان تكون سياسي. نحن أبدا بهالموضوع واضحين ولا يمكن أنه تغيير فيه، مش فقط لأنه بالآخر وقفوا معنا وما خلوا لبنان إلا بكل المحن وقفوا معنا. 450 ألف لبناني عايش هناك رأفة بهاللبنانيين بدنا نعمل هالموقف الموجود فيه. وأنا بزعل إنه لما ضربت الأرامكو ما كان في موقف من الحكومة بال 2017 إنه شو صار ب 2018 عيب الشوم. ليه لما نحن كل مرة عنا نحن موقف جدي بهالبلد، السعودية والإمارات والكويت كلهم عم يوقفوا معنا، هني بصفي في عمل إرهابي انضرب فيهم بنطنش. بعدين تقول لك شغلي، أنا شو خصني باليمن؟ أنا كلبناني شو خصني باليمن؟ شو خصني بليبيا؟ شو خصني بالعراق؟ أنا لبناني بدي أتعاطى مع لبنان وأتمنى الخير لكل البلاد العربية، لأنه والغير العربية، لأنه بالنتيجة نحن منا طرف لحتى نكون بسياسة المحاور. أستاذ فؤاد مخزومي، طبعا بدنا نتابع بهذا الموضوع، ولكن هلا استطرادا طالما أنه عم نحكي عن العلاقات العربية، في كيمستري مفقود بين الرئيس الحريري وولي العهد السعودي وبعد المشكلة قائمة؟ أنا ما بعرف بصراحة، ما بتابع هالشغلة وما بيهمني. أوكي بصراحة هذا مشكلته هو، أنا مشكلتنا نحن. إذا في مشكلة يروح يحلها هو، بس أكيد لبنان ما لازم يدفع الثمن، لأنه هو قرر الرئيس سعد الحريري إنه يمشي بخط يمكن أن الخليج أو بالذات السعودية تعتبره إنه بالآخر ضدها. هيدي مشكلته بده يحلها، بس نحن لا نمكن أن نرضى لبنان يتاخذ بهالمحاور يكون ضد المملكة العربية السعودية. برأيك هل يمكن أن تطول فترة تصريف الأعمال؟ يعني هل نحن أمام تأجيل تاني للاستشارات النيابية؟ تقول لك شغلي، أنا ما بفهم ليه أسقط الرئيس حسن ديب بصراحة. مزبوط، الجريمة كبيرة وكان لازم يكون في تحقيق، بس أنا كنت بفضل يكون التحقيق بالمرفق. يعني طبعا لازم يكون كان الرئيس الوزراء جالس، مش إنه بتصريف أعمال. يمكن في قوى سياسية وخاصة الثنائي الشيعي شاف لك هي فرصة، ونحن بتعرف كان بده يجيبوا له للحريري لبن العصفور وما بعرف ايش، قال لك بركي بنسقطه. وخاصة انه الرئيس حسان دياب فكر حاله في اسقط مجلس نواب لما قال نحن في نادي لانتخابات مبكرة. هذه بعتقد خلطة، بس بعتقد الثنائي الشيعي كان لازم يعرف انه الرئيس حسان دياب ما بيمون على الوزارة، مش شو يعني ما يتصوت يعني بهالموضوع فيها، بس اسقط على امل انه يجي سعد الحريري. واضح انه الامور ما مشيت بهذاك الاتجاه. اليوم كلياتنا كنا نسمع انه حزب الله بفضل انه هالحكومه تضل ما بعد الانتخابات الامريكيه تيعرف شو التوجه له. وهون انا بعتقد خطا من السياسيين بلبنان يلي عم يراهنوا على تغيير بالسياسه الامريكيه في حاله نجح جو بايدن مقابل الرئيس ترامب. كلياتنا بنعرف الاداره الامريكيه بمعزل مين الرئيس صعب انك تكوعها، يعني انه يمكن تاخذ الجدول الاولويات بيتغير، بس بالفعل الاداره ما بتغير فيها. وثاني شيء كل التوقعات يمكن انه الانتخابات لا تحسم ب 3 نوفمبر، يمكن تروح للمحاكم. طب نحن ما عاد قادرين ننطر بعد بهالبلد ما يكون عندنا حكومه تنكفي فيها. ما هون انا بقول انه التوقيت اسقاط حكومه الرئيس حسان دياب كان غلط، اوكي، او عرابينه كانوا غلط. حاولوا يجيبوا مصطفى أديب، بس تبرهن انه بالفعل سعد الحريري ما بده حدا غيره، لانه مين ما جرب بفشله. والسؤال اذا كان فعليا تم الاتفاق مع الفرنسيين ان يكون هناك رئيس مستقل مثل مصطفى أديب، وانا بحترمه هالشخص لانه كان عنده الجرأة يقول انا ما بدي كفي. بس السؤال ما كان اجدى بسعد الحريري يسمح له هو يقول انه لا انا رح ارضى بموضوع الشيعي لوزاره الماليه، بدل ما يطلع الرئيس الحريري يقول انا قررت عنه، او انه يطلع نجيب مئات ويقول بكره بما انه ما اخذ يلي بده اياه رح نخليه يستقيل. طب وين بقى الاستقلاليه تبعه هذا الزلمه؟ وانا بحترمه لمصطفى أديب لانه اخذ قراره انه هالكلام ما بيمشي فيه. اليوم انا سؤالي للكل، اليوم واضح سعد الحريري لن يرضى الا بسعد الحريري، اوكي، بس نحن جربنا وما زبطت معك، اوكي، لك نقعد على جنب، خلي بقى الغير
انه يدير هالموضوع. واذا نجحنا، ما انت جماعتك نجحانين، ليش السنه ما حيستفيدوا اذا كان في وضع اقتصادي منيح، او الشيعي او المسيحي او الدرزي؟ من هون انا بقول التدخل الفرنسي، المبادره كانت كويسه. لسوء الحظ اعتبر مستشارينه للرئيس ماكرون يلي عنده علاقات جيده مع السياسيين بلبنان، علاقات شخصيه، قرروا انه يرجعوا لحواضر البيت تحت اطار طب خلينا نجيب فلان ونجيب علتان ونجيب. انا بعتقد اليوم عندنا فرصه تنعطي للعالم يلي حابب يوقف معنا حكومه مستقلين من راسها لا وزراء. بس اذا كانت الطبقه السياسيه رافضه، انا شايف الوضع الاقتصادي رح يتدهور اكثر واكثر. وشفنا محاوله البنك المركزي مثل ما بنعرف ليتدخل بالموضوع السياسي، بيطلع تعميم، بيجي بده يمنع انه العالم تصرف فلوس تيفلس البلد اكثر. جرب لما طلعت الخبريه قبل الخميس الماضي انه ينزل سعر صرف الدولار. هلا اليوم صار عندنا 6 اسعار لتحويل الليره والدولار. وين له حق حاكم المركزي الموظف درجه اولى بالبلد انه يقرر سياسه البلد، ويقرر هو مين بده يدعم رئاسه وزاره؟ ومشان هيك الرئيس الحريري قال على التلفزيون انه نحن ما انه مستعد يفتح ملف رياض سلامه. حبيبي هذا موظف في الاخر، إهانة للشعب اللبناني إذا بتقول إنه ما في حدا إلا غيره يكون موجود فيها. من هون أنا بقول خلينا بقى نشوف إذا نجرب هالمعادلة المطروحة، وأنا بعتقد العالم كله رح يوقف مع لبنان. يعني سمعت فيها الدولار واللولار والتشولار والليرة والليرة هذه عجبتني آخر وحدة. رح نصير بيتكوين آخر شيء كمان. لا ما أكثر من هيك، ما هو الفكرة بده ينشف الفلوس من البلد. سيد بس الكريم، تراجعوا المصارف اليوم عن سيد الكريم خفض السقوف. خليني أسألك سؤال. نحن حسب قانون النقد والتسليف سمحنا للبنك المركزي يعمل عملية كنترول على السياسة النقدية. أوكي، ما له علاقة بالاقتصاد. وحسب قانون النقد والتسليف بيقول لك البنك المركزي ممنوع يمول الحكومة أكثر من 10% من متطلباتها لمدة 6 أشهر. 25 سنة مولها. اليوم فيك تفسر لي بلد دخله بالليرة، مصاريفه بالليرة، لا عنا معطيات حتى نبيع بعملة صعبة، بس اقتصادنا مدولار. قبل منصدر ب 3 مليار، مستورد ب 17 مليار. سؤال، ما عندك دولار، ما انت بالاساس ما عندك دولار، انت عم تجرب تعمل هالبونز سكيم، ركب السعر الصرف على الليره تضحك على المواطن اللبناني. وهون انا بقول نحن ضحكوا علينا كلياتنا هالطبقه السياسيه، وقنعونا انه بالدخل الواطي تبعنا فينا نعيش حياه افضل. ايه، لانه انت كنت عم تعمل نوع من التمويل لكل شيء فيه اشياء نحن كنا عم نصرفها. توصلت المرحله كنا بالاخر الله يطول بعمرهم اللبنانيين بالغربيه يبعثوا لنا 7-8 مليار دولار، بقى هالفروقات كانوا يغطوها التحويلات اللي من خارج منها. بدي اسالك انت اليوم لما بيجي لعندك البنك، العالم كله عم يعطيك نص بالمية و1%، بقول لك انا رح اعطيك 4%، بياخذ مصرياتك بيروح على البنك المركزي بيقول له للبنك المركزي انا معي مصاري، بيقول له بياخذوا منك ب 8%، بعدين بديرها للحكومه ب 2%. ما بدك اينشتاين تعرف هالمعادله، ما بدها عين. اوكي، واحد. ثاني شيء، مين هو البنك المركزي تيسمح لجمعيه المصارف تيبلش يقولوا انا ما بسمح لك تصرف ولا تصرف؟ مينك انت بالاخير؟ انت اليوم شريك بالسرقه، مثلك مثلهم. انا اعطيتك فلوس، هالفلوس انت تاجر فيها بلا معرفتي وبلا موافقتي. فبيجي بقول لك وين مصريات اليوم؟ انا شو دخلني؟ الحكومه سرقتهم. حبيبي انا سلمتك اياهم لإلك مش للحكومه. بس عمليا لا. نحن بالنسبه لنا هلا يلي عم يعملوا البنك المركزي مع المصارف، انت بتعرف كان بالاول عم يقولوا اذا بتحول بالاو ام تي او بالوسترن يونيون يعطوك اياهم، تحول بالدولار طبعا تاخذهم. فجاه شاف البنك المركزي انه ما بقى في دولار عم يفوت على البلد بشكل رسمي، لكن بده يحط ايده على الدولارات. اجى قال لهم للهول ما بقى فيكم انتم تعطوهم فريش دولار، بتعطوهم اياهم بال 4000 3900. صفى هو ياخذها يصرفها بالسوق السوداء ب8 وب9، يطرح من الديون اللي عليه ويصفي عنده الدولار يلي يستعمله مشان السله الغذائيه. فجاه شافوا هول التجار واللي بيهربوا عنا بلبنان انه هذا باب منيح، خذ من جيبه المواطن وخلينا نهربهم لسوريا، صرف فينا نهرب الدواء ونهرب المازوت ونهرب الطحين. طيب خي انا شو خصني انا كمواطن لبناني دخلي 700,000 ليره 800,000 ليره، انت لانه بالاخر انت من الطبقه المنظومه وعندك 5 فلبينيات، صفيت انت بدك تعطي لهالطبقه المنظومه انها تشتري 1500 وانا بالاخر عم تكلفني 8000. لما تركب القصه بهالموضوع. هذا واحد. اثنين، لما بيجي بيقول لهم للمصارف انتم بتقرروا
أنت بقانون نقد والتسليف لا يسمح لحاكم البنك المركزي أو المركز المركزي يعطي هالصلاحية ويجيرها لشخص تاني. لكن اليوم شو صفى عم يعملوا؟ أنت إذا لو حولت فريش موني هلا على البنوك، عم يجي بيقول لك أنا بدي بسموها عمولة 10%. طيب يا أخي أنت لما حطيت مصارية وسرقت لي إياهم كنت عم تعمل فلوس وبالرجع عم تعمل فلوس؟ طيب معقولة نحن المصارف عنا لما سجلوا ب 93 عندنا فوق كان 62 بنك ما بين انفستمنت بنك وبين بنك تجاري، كل اللي عندنا 3 مليون مودع، هذه اللي ما بتركب بالعالم. 3 مليون مودع عندك، لانه كل طبقه سياسيه عملت بنك حتى تستفيد من هالبونز سكيم. طيب اي يعقل اليوم انك انت حاططهم هون البنوك لحتى تصفي بتعمل لهم هندسه ماليه بال 2016؟ ليه انت كل التعميم يلي عم تعملها يا حاكم البنك المركزي عم تعملها من 2014 وراي؟ رجعني ل 2015، رجعني لما عملت انت كنت مرشح لرئاسه الجمهوريه، قررت تصرف مصارينا مشان تعمل رئيس جمهوريه، تدفع للاعلام وتدفع للسياسيين وتدفع الكل. كل واحد من هالبنوك عنده مرجعيه سياسيه كانت موجوده بالبلد. هو قال بعظمه لسانه دفعت انا للبنوك اعطيتهم 5.6 مليار دولار لشغل مصريات ابوك حتى توزعهم، انت موظف في الاخر يجب ان تحول للمحاكمه انت وكل هالشركاء الموجودين فيها. مشان هيك خوفنا انه لما بده ترجع هالحكومه الوفاق الوطني او النفاق الوطني عم نحكي فيه اليوم هو لضرب عمليه التدقيق الجنائي والشركه وتغطيه رياض سلامه وتغطيه الكل، ما بس رياض سلامه، رياض سلامه هو واحد من شبكه. اليوم كان يقدر رياض سلامه انه يتصرف بهالشكل لو ما في غطاء سياسي، يقول له ولا يهمك انا رئيس وزراء او انا رئيس مجلس او انا كذا رئيس جمهوريه، حط اجريك بما باردي ما حدا بيفتح لك ايه. لا، كلها مع بعض. التحقيق الجنائي يجب ان يبتدئ البنك المركزي، يروح للمصارف ويروح للطبقه السياسيه. وهون نحن بعتقد الثوره فيها تنجح اذا تفشنا بهالموضوع، لانه لما اللبناني رح يعرف فعليا مين سرقه صدقني ساعتها لن ينتخبوا. بس انا بطمنك من هلا مش رح فيك تعمل رئيس حكومي بهذا المنطق بهذه اللغه. خليني اقول لك شغله، انا بالاساس بعتبر حالي من الثوره ماني طارح حالي رئيس وزراء. انت سالتني السؤال فيك تعمل رئيس وزراء؟ السؤال إيه؟ نعم في اعمل رئيس وزراء. السؤال بدنا نعمل رئيس وزراء؟ نحن خلينا نشتغل اليوم لتغيير النظام، لتغيير هالطبقه الحاكمه، لانه اذا ما غيرناها كلياتنا بالاخر رح نفتش عم ناخذ فيز حتى نترك البلد. 800,000 فيزا مقدمينها اهلنا مشان عمليه الهجره. وين رح يكون في عنا عقول؟ اهم دكاتره، اهم مهندسين، اهم اساس الجامعات عم يتركوا البلد. قوتنا بلبنان شو كانت؟ المستشفى والجامعه. ما بقى في عنا ناس. انت بتعرف اولادك واحفادك ما عم ياخذوا شيء على اونلاين لما عم يحطوا لهم اياهم، هذا الهايبريد سيستم. سؤالي اليوم عم تحكي على ادويه، عنا نحن بالمؤسسه بتعرف موزع دواء، عم يجوا عالم عم يطلبوا البارادول ما قادرين بقى يشتروه ويلاقوه بالبلد. هيدا هو البلد اللي بدنا اياه. بدنا نرجع الطبقه السياسيه يلي وصلتنا لهون حتى يكفوا بعمليه الثروه والنهب ويحموا بعضهم. انا خوفي انه اذا جاءت هذه الحكومه مثل ما انا مطروحه، وهون انا بستغرب انه الرئيس ماكرون ما شايفها. الفكره هي تخطيط الماضي، كلهم يعني كلهم وبدهم واحد منهم، غير هيك ما بتركب القصه. نحن لازم نرفض هالمعادله ويكفي من مشوارنا. ما بعمل رئيس وزراء 60 وعمرها ما تكون. الهدف اولا هو البلد، مش عمليه انه نحن نترأس او نعمل رئيس وزراء. استاذ فؤاد مخزومي، نتابع إذن معك هذه الحلقة. قبل ما ننتقل للمحور الأخير هو الترسيم وما يحدث في واشنطن، بدي أرجع بس أسألك السؤال الأخير بالموضوع السياسي. كنت سألتك إيه بس الإجابة كانت تحتمل الاجتهاد. كنت سألتك إذا مسألة الاستشارات النيابية قد تؤجل مرة تانية وقد تؤجل مرة ثالثة، واستطرادا ما سألتك هذا السؤال، هل بنهاية المطاف سيضطر الرئيس الحريري إلى سحب تكليفه؟ أنا اللي سمعته وقتها طلع بالنشرة بالنهار الاثنين أو الثلاثة نعم. الماضي بيقول إذا تأجلت الاستشارات أنا بدي انسحب. أنا بعتقد الرئيس الحريري بتمسك فيها أكثر من أي شخص. بس الرئيس بري نصحه إنه ما تستعجل وما تاخذ موقف متسرع. شوف أنا ما بعرف مين نصح مين، أنا بقرأ اللي شو بين الأشخاص. نعم. الرئيس سعد الحريري قال أنا بدي واضح إنه ما في اوكي ما تمسك فيها، لانه بالنسبه له انه لازم يرجع اوكي، لانه ما قادر يعيش خارج هالتركيبه هذه الموجوده فيها. هلا مين نصحه من نصحه ما بيهم، لانه بالنتيجه هو مش ما بيهمنا الباقي. اليوم انا يلي بحزن عليه انه نحن نستعمل الدستور وقت ما بريحنا ونمسح فيه الارض وقت ما بريحنا.
نستعمل الميثاقيه وقت ما بتريحنا. بس رئيس الجمهورية هو اللي أجل وأرجع الاستشارات. بس ما هو لك شغله بالاساس الرئيس الحريري تصرف وركب الحكومه قبل الاستشارات، يعني معلش انه يوم فيها. بعدين انا سؤالي البسيط، حتى نلغي الطائفيه السياسيه، عم بحكي حسب الدستور اللي كان نحن مقدمه الدستور، لانه لازم نشتغل على عمليه انه الغاء الطائفيه السياسيه مقدمه و95. حتى بعدين لما نحكي على مجلس الشيوخ مؤخرا، انت بتعرفها يجب ان يكون اول مجلس نيابي حسب ماده 22 حسب ينعمل غير قيد طائفي، وبعدين نحكي عن الموضوع. لكن بالوقت الحاضر نحن نظام طائفي بامتياز، مضبوط ولا لا؟ عندنا اتفاق طائف لم يطبق، عندنا اتفاق طائف كل طائفه اخذت الشقفه اللي بتريحها فيه. اوكي، من بالطائف كان هناك نوع من التفاهم انه حكومه ميثاق وطني وحكومه وفاق وطني وكذا، كله هذا عظيم ما نجح لليوم. السؤال، طالما هذا الجو موجود والعالم اسقطت حكومه الحريري باكتوبر 2019 تحت كلهم يعني كلهم، باي صفه فيك تجيب واحد منهم وتقول له انت فيك تعين وزرائك؟ ما في اطلب من المسيحي يعين وزرائه. كيف في اجي لعندك قلت لك انا بدك انت تعين وزراء، بس الشيعي والدرزي له حق يعطيك الليسته، بس المسيحي ما له حق يعطيك. يعني معه حق جبران باسيل انه كيف تتصل يا سعد حريري بوليد جنبلاط ولا تتصل فيه؟ شو بدي انا، هيدا موضوع شخصي انا مفوت فيه، هذا موضوع مين اتصل ما يتصل، انا بحكيك بالمفهوم. إذا احنا اليوم كشعب قلنا هالحكومه ما بدنا اياها لانه هذه حكومه بالاخر كلهم يعني كلهم، واسقطناها مره واثنين وثلاثه، صح ولا لا؟ اوكي طيب. بحكومه الحريري حسان دياب اسقطوا حكومه حسان دياب، جرب يرجع، اجى مصطفى اديب سقط مصطفى اديب، جرب هو يرجع، هلا تنشوف مين الراوند 3. لكن اليوم طالما نحن النظام الطائفي بيقول لك كل واحد بيقول لك بدي حصتي، منعا حتى ما يصفي في عمليه لعب الميثاقيه، عودوا كلكم على جنب، خلينا نجيب فريق متكامل جديد يلي كلياتهم تعملوا اذا في نيه. وانا بلشت حديثي، انا بعتقد النيه موجوده انه الطبقه السياسيه بدها لمصلحه يلي انتخبوها، بس انا بعتقد قد ما ارتاحوا لوضعهم ما بقى شايفين العالم يلي انتخبوهم، صاروا يشوفوا مصالحهم هن الشخصيه، لحتى ما نفوت بجدل نفساني انه هن عم يشتغلوا لمصلحه البلد او لمصالحهم الشخصيه. عدوا كلكم على جنب، خلينا نجيب فريق متكامل ونعملها. اليوم اذا انت بدك تقول لا السني له حق بس الشيعي ما له حق، او الشيعي له حق الدرزي له حق، الدرزي له حق المسيح، ما حتركب القصه. مشان هيك اليوم الاستشارات النيابيه تاجلت، لانه بالفعل رح نوصل لمرحله يمكن يصفي. ونحن سمعنا انه في جهات احزاب مسيحيه عم تقول انا عندي اسلحه موجوده. طيب هل يا ترى نحن نفيها الدكتور؟ انا بقول لك شو سمعنا، انا ما بعم بقول صح ولا، انتبه، عم بقول لك شو سمعنا. بقى اليوم لما وليد جنبلاط بيقول هالكلام اوكي وموجود فيها، ويمكن يكون غلط ويكون صح، انا ما عم فوت بهالجدل، بس عم اقول هالجو صفى موجود وصرنا عم نشوف مظاهر مسلحه بالبلد. بس شو عم يصير كان بالماضي؟ كل ما بيكون في كلام ضد الحكومه انه في مشكل سني شيعي، هذا كذب ونفاق، ما في لا مشكل لا سني ولا شيعي. والبرهان مين بده يمول السنه؟ يكون بصراحه ما يقولوا السنه، خليج ما عندهم مصلحه يفوتوا على بهالموضوع هذا كلياته. لكن اليوم هيدي هالمظاهر التسلح موجوده. انا مني متخوف من مشكل سني شيعي، لانه بالنتيجه كلها عم يشوفها منطقه قصص، منطقه طريق جديده، يعني اشياء بسيطه، ما في شيء على مستوى لبنان كله. عين الرماني هون انا بخاف. ليه؟ لانه هون فعليا رح نرجع لسنه ال 75 عمليه مسلم مسيحي. اوكي، هذا اللي خوفي. وثاني شيء، إذا نحن بدنا نغير نظامنا، والكلام عم ينحكى على نظام فيدرالي، نظام اللامركزية الموسعة، كله هيدا عظيم، خلينا نطبق الطائف. وإذا شفنا في شيء غلط في احترام لل 170 ألف شهيد اللي ماتوا والدمار اللي صار للبنان اللي هلا بعد ما طلعنا منه، إذا بدنا نغير أهلا وسهلا، بس خلينا أول شيء نشوف شو هو، إذا فينا نطبقه ولا لا قبل ما نحكي بهالمواضيع. هيدا هو خوفي اليوم. إذا جبرنا إنه نطلع الاستشارات يمكن نفتح الباب بهالشكل هذا. المحور الأخير والأسئلة الأخيرة مع الأستاذ فؤاد مخزومي، الترسيم، ورح بلش بمحل معين. في تمايز على ما هو واضح صار بين مواقف رئيس الجمهورية وموقف حزب الله، مش بس بترسيم الحدود، بأكثر من موقف سياسي. هل قرأت هذا التمايز؟ نحن اليوم كانت الفكرة أنه يطلع الساعة 1 بالليل بيان من الثنائي الشيعي باعتراض على تشكيل، ما هذا الوفد كان معين له مدة، منه شيء جديد، يعني منه أنه آخر دقيقة طلعت الوفد موجود فيها. مزبوط. اليوم رئيس الجمهورية
هو عم يقود هالمفاوضات كرئيس الأعلى للقوات المسلحة، لأنه هذا ترسيم حدود، يعني عادة المؤسسات العسكرية بتقوم فيها. بس من نتيجة كلها بنعرف إنه في قطب المخفية هي موضوع البترول والغاز الموجود فيها. يعني انت وبعدين المحامي الموجود هو محامي شغلته، يعني عنده خبرة بعملية هالمواضيع التفاوض الدولي. هلا بتقلي يعني مسيحي؟ ايه، ما هو هذيك شغلته، يعني ما هو شغلته هذا. يعني اليوم نحن اذا اخذنا بس فقط عسكريين على التفاوض، بجوز ما عندهم الخبره يلي غير كفاءات موجوده فيها. اوكي، وبعدين شباط موجود لانه بالاخر بمؤسسه بإدارة النفط. ما ناخذها اكبر منها. هذا الموضوع. هلا يلي عم نسمعه انه واستمعنا من جماعه الامم المتحده، وسمعت من اللي سمعناه بالاعلام من شنكر ومن غيره، انه بدايه المفاوضات كانت يعني كثير باصولها، يعني عملت ما كان يصير في لا غلط بروتوكولي ولا غلط بهالموضوع. هل يا ترى اسرائيل بدها تجرب انها هي تستفيد منها سياسيا؟ شيء طبيعي، ما انت كل بلد بده يجرب ياخذ يشد الحافل عنده، اوكي، بما يصل فيها. هذا الموضوع مني شايفه بموضوع كبير، لانه بالنتيجه يلي مفروض يكون مسلم الملف هي السلطه التنفيذيه، منها السلطه التشريعيه. السلطة التشريعية دورة لما بيصفي عملية الاتفاق بتوافق على مجلس النواب أو لا يوافق. لا استلم الرئيس بري البدء التفاوض لأنه حزب الله بده إياه، وما بيأمنوا كانوا بالآخر السلطة التنفيذية حزب الله، نحكيها بكل صراحة. بس كونه إنه الرئيس رئيس الجمهورية شخص موثوق، أوكي، يعني في اتفاق بيناتهم فيها، أنا بعتقد هذا هو الدور الطبيعي اللي يعملوه بهالموضوع. بقى في اختلاف، أنا بعتبر في اختلاف بالشكل مش بالمضمون، لأنه بالنتيجة لو ما حزب الله كان موافق إنه يكون هالمفاوضات تبلش، ما كانت تجرأ الرئيس بري إنه كان يعلن هالموقف اللي أخذه بوجود يعني الموقف اللي أخذه لما كانوا اتفقوا إنه على الوفد المفاوض. أنا ما بعتقد في مشكلة بهالموضوع فيها. المواقف الثانية شيء طبيعي. اليوم أنت رئيس الجمهورية عم يطلع على عملية إنه مضى 4 سنين ونص من عهده، يعني معلش صار هذا 4 وزارات، 5 محاولات تكليف، عرفت علي كيف؟ يعني شيء طبيعي انه يبلش يقول نحن لازم نرجع الداخل مع الاتفاق اللي بينه وبين حزب الله، ممكن بنعرفه مره مخايل، بس من نتيجه اليوم رئيس الجمهوريه اذا كان في اختلاف هو وياه، لانه شايف الامور بالمنطقه عم تتغير. أخيرا، يعني نحن بعدنا بلبنان عايشين عقدة الصورة، عقدة المصالحة، عقدة المصافحة، عقدة المؤامرة، انه كيف بده يطل لبنان على عصر الانترنت وعلى العصر الجديد، وممنوع ملكة جمال او مفاوض بموضوع النفط يتصور هو والاسرائيلي وقاعدين على ذات الطاولة وتحت سقف واحد. مش عم بحكي عن مصالحة، عم بحكي عن مصافحة وصورة. شوف، نحن بالنسبة لنا مجتمعنا مجتمع مختلط. الإيراني عنده حلفائه، الخليجي عنده حلفائه، الفرنسي عنده حلفائه، الامريكاني عنده حلفائه بالبلد، لانه بالنتيجه كبلد صغير السياسي يعتبر اذا ما عندك بالاخر غطاء خارجي، ما بالاخر ما لك مساوي للبلد اللي هو الغطاء، لانه نحن ما عم نطلع لبنانيا، نحن بنطلع خارجيا بنرجع نفوت على الداخل. انا بعتقد بهالمرحله خلينا نطلع على المضمون انه في امكانيه ترجع نحط ايدنا على نفطنا، في إمكانية يسمحوا لنا بأن نطلع النفط والبترول من البحر، لأنه طالما في إشكال بتعرفها ما حيطلع لإطفاء الديون. ما بعتقد ما حنخليهم، لأنه النتيجة اليوم إذا بنطلع على البنك المركزي والبنوك بدهم ياخذوا أرضك وأرضي وبيوتنا حتى يطفوا الديون، هذا ما حنسمح لهم فيه. لكن اليوم نحن بدنا نأمن شيء اللي هو للأجيال القادمة، لأنه أنت كل دولار بتشيله من الأرض ما بقى فيك ترجعه. يعني نحن اليوم بدنا نفهم بالسياسة النفطية اللي هو شرطنا نحن، كل برميل كل كيوبيك فيت بسحبه ما بقى بيرجع خلاص. لكن اذا ما استثمرته بطريقه يكون دخله كل سنه قد ما هو، بيكون عم تضيع وقتنا. هذا هو كان برنامجنا من 2016 بهالموضوع فيها. المشكله نحن جماعتنا سرقوا الماضي، سرقوا الحاضر، بده يسرقوا المستقبل. مشان هيك حكومه غير حكومه مستقلين بعيد عن هالطبقه السياسيه رح نجي نعرض بالاخر نبيع كل اراضينا، كل مؤسساتنا، كل شيء فيه موجود. تعطيك مثلا شركات الاتصالات 2 سلول بال 2011 كان قيمتهم 11 مليار، اليوم قيمتهم مليار. بدي بيعهم هلا؟ لا رح بيعهم ولا حتنازل فيهم لحدا. بغير الاداره، برجع لها قيمتها، وبعدين ما عندي مشكله نشتغل على الخصخصه وعلى بس مش قبل. نفس الشيء الكازينو، نفس الشيء الميدل ايست. معقول الميدل ايست عندنا 8 مليون راكب، نعتبر انه خيب 3 مليون للميدل ايست منهم.
نحن اذا بتاخذ انت التذكره روحه رجعه من باريس او من لندن او من روما لبيروت، بتاخذها لدمشق، بتاخذها لقبرص، بتاخذها للاردن، نحن بتكلفنا 300 400 دولار زياده. ب 3 مليون عم نحكي مليار دولار زياده، هيدا لا في كلفه ولا شيء. وين المصريات؟ لانه تابعين للحاكم البنك المركزي. رجعنا لنفس القصه. نحن يجب ان يكون هناك خصخصه واداره فعليه. بعدين رشحوا الرئيس الحريري لرئاسه هلا ما الحكومه. بعرف شو عمل، هذا مشكلته هو. بس سؤالي لك، أيعقل نحن بالوقت يلي العالم ما عم تجري عنا، العالم ما بالاخر عم تسافر، بيشتري طيارات جيده؟ فسروا لي يا اخي شو المنطق العواج. اليوم وصلنا لمرحله فين عمليه استخفاف العقل اللبناني. بس هون انا بقول هيدي اول مره بقول لك صار في صحوه عند الشعب اللبناني، وهذا بتمنى انه بذكرى الثوره ان نكفي، ما نسمح لهالطبقه تكفي بسرقتنا. بدي اشكرك انا نائب بيروت الاستاذ فؤاد مخزومي، شكرا جزيلا. ونتابع هذه الحلقه. ستكون معي مباشره لوري هايتيان، كبيرة المسؤولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمعهد حوكمة الموارد الطبيعية اللي معروف سابقا بمعهد رصد الإيرادات. أستاذي لوري، صباح الخير. صباح النور. سنة ما رأيت بعدنا محلها، هل الثورة رح ترمي سلاحها؟ هل يأست؟ هل أبدا ملت؟ أبدا أبدا أبدا، بالعكس. أول شيء أحلى صباح ثورجي لكل السائرين بلبنان، وبدنا نأكد أنه هيدي 17 تشرين كانت محطة وما كانت النهاية، وعلى الأكيد أنه قصتنا ما خلصت مع الثورة وتغيير النظام بالبلد، والإنجازات الكتير كبيرة اليوم. يعني ما بدنا نقعد نبكي وننوح لأنه يمكن ما قدرنا نوصل على بعض الغايات اللي كنا والأهداف اللي كنا حاطينها، ولكن لا شك أنه في انتصارات كتير كبيرة صارت لهالثورة، واليوم لازم هالانتصارات أنه نتكل عليها ونبني عليها لنكفي النضال. فأول من أول أمور يعني ضروري نرجع نستذكر ونتذكر أنه هيدي الثورة هي اللي خلت أنه ما بقى نحكي سني وشيعي ومسيحي، صرنا نحكي ثوار ضد سلطة، والسلطة اللي هي يعني سلطة السلاح، سلطة الفساد، سلطة الطائفية. فهيدي نحن اللي كسرنا هذا الحاجز وقلنا أنه لا، نحن اليوم ثوار ضد السلاح والفساد والطائفية. شغلة ثانية اللي صارت ضرورية كمان نذكرها، أنه كسرنا حاجز الخوف. أنا بتذكر بال2015 وقت ثورة الزبالة كنا عم نعمل منصور ضد الزبالة، ما كان في بعض الشخصيات ما كان فينا نحط لهم حتى صورهم، كانوا دغري يجوا يكسرونا ويعملوا اللي بدهم اياه. اليوم من اكبرهم لاصغرهم كلهم كان في عليهم سهام، ما بقى في انه هيدا ايه وهيدا لا، كلهم مسؤولين وكلهم والشارع بلش يحاسبهم. فهذا الشيء ضروري. واهم كمان من كل هو انه نحن بالخيام اللي تصير بالثوره كان في نقاش سياسي اقتصادي مهم جدا كان عم يصير، وهيدا للاعلام صار ياخده يحطوا عنده بالاعلام، لانه احنا بنتذكر الاعلام شو كان يغطي ومين كان يغطي. كل السائرين والسائرات صاروا على التلفزيونات يحكوا النقاشات اللي كانت عم بتصير على الارض، وصار في شباب يحكوا بالاقتصاد ويحكوا كيف بدنا ننقذ لبنان بالاعلام. وبعدين رجعوا السياسيين اخذوا هاللغه، لغه الثوار، وصاروا هن كمان يحكوا، صاروا انه هن كمان سائرين مثل الثوار. يعني مثل مدرسه طبعا. واهم شيء كمان انه هيدي خلتنا انه في كتير شباب يكونوا بالساحه كانوا، وهو الشباب صاروا يعرفوا انه لا، لازم نكون عندنا دور سياسي وما فينا نتخلى عن الدور السياسي تبعنا ونكون بس مواطنين بهالبلد بلا مسؤوليه سياسيه. ومشان هيك اليوم عم تتشكل احزاب بعقدوا بنشاطهم بفكرهم بتفكيرهم لنوصل لهالدوله المدنيه العلمانيه اللي بدنا اياها. وفي دور اساسي كمان صار للسيدات، سائرات اللي كانوا بالثوره يشتغلوا انه كانوا حماة للسلام، واللي اشتغلوا واثبتوا انه هن جزء لا يتجزأ من المجتمع وما فينا دائما نهمشهم وما نعطيهم حقوقهم. وكمان صار في يعني ما بدنا ننسى اعتراف دولي بهالمعارضه. هيدا المهم كمان انه صاروا وقت يجوا هالوفود فرنسيين امريكيين اللي بدك اياه، صاروا بدهم يسمعوا مين هن هالعالم اللي نازلين على الثوره، اللي بيحكوا عن دولة مدنية علمانية، دولة القانون، دولة وأسلحتها كلها من ضمن المؤسسات ومش خارجها. فهم والأهم إنه هذه الثورة قدرت تسقط سد بسري، قدرت تسقط سلعاتها، قدرت تسقط حكومة، قدرت على حسان دياب،
وبذات الوقت ربحت نقابه المحامين، ربحت انتخابات الطلاب اليو، وهلا بالاي يو بي في انتخابات وان شاء الله كمان رح يفوزوا. فهيدي كلها انتصارات كثير كثير مهمه لازم نضلنا مستذكرينها وما نقعد نبكي على امور انه حتى صار في اعتراف من رئيس الجمهوريه ودعاكم للتشاور لكن رفضتم. مزبوط، هيدي كانت لانه كنا بنص دين الثوره وقتها كنا عم بطالب انه يصير في اسقاط لكل هذه المنظومه، فالمومنتوم كان بغير محل، يعني المومنتوم تبع الثوره كان باثبات وجود الثوره، اثبات روحاتها، وبعدين وقتها يوصل الوقت المناسب نقعد مع هدول المسؤولين النظام، وقتها بصير يجي وقت المناسب، كل شيء بوقته حلو مثل ما بيقولوا، فينا بنقرر انه يمكن وقت انه نتحاور اليوم مع هذه السلطه، يمكن الاستراتيجيه تكون يمكن انه مشاركتها حتى اسقاطها، فهيدا متروك للزمن ومتروك للتطورات اللي عم بتصير على الارض، ولكن لا شك انه بوقتها ما كان الوقت انه يكون في حوار، لانه كان في ثوره عندها ديناميكيتها وماشيه وعندها اهدافها لوقتها، ولانه مثل ما قلنا انه على اندلاع الثوره، الانديكاب الاساسي الثوره بعد ثورات، متى توحيد الجماعات الثائره؟ مش ضروري توحيد الجماعات الثائره، وهيدي غلطه كثير عم بتصير، انه لا لازم كلنا نتوحد، لازم نعرف ونحن كلنا بنعرف انه بالثوره في كثير اختلافات بوجهات النظر على كثير من المواضيع، وهذا شيء صحي بالنتيجه، وبأي بلد اللي في معارضه وحده في معارضات يعني، وبالتالي نحن جيد انه هلا المجموعات كلها عم تشتغل على تأسيس أحزاب، لأنه العمل السياسي يقوم فقط من خلال الأحزاب، ونحن بدنا نرجع الحياة الديمقراطية، بدنا نرجع الحياة المؤسساتية، فمهم أنه عم نتكتل بأحزاب جديدة منبثقة من 17 تشرين ومن روحية الثورة، ولكن ما فيك تجمعهم كلهم سوا، في اختلاف بوجهات النظر الاقتصادية، في حتى اختلاف بوجود حزب الله مثل ما هو هلا واتسترا، فما فيك تجمعهم. المواطن اللبناني وقت بده يروح، وخاصه اذا صار في انتخابات، بده ميساج واضح، فاذا انت جامع اقصى اليمين مع اقصى اليسار جامعهم كلهم سوا، ما بقى في ميساج واضحه، صار في تمغمغ، صار في انه هيدي الجراي زون بنسميها، المواطن ما بده هيك، بده وضوح، بده يعرف انه هاو ليش عم صوت لهم وشو افكارهم، وضوح، ما بدنا نغلط غلطه 2018 ونقول لا كلنا سوا بدنا نتجمع، انا ضد هذه الفكره، يمكن يصير في معارضات، يعني احزاب هن معارضه ولكن احزاب معارضه مختلفه مش وحده يعني. فكله هذا الشغل عم بيصير، وهو كلهم من وراء ثوره 17 تشرين، مشان هيك بدي اقول انه 17 تشرين كانت محطه كثير مهمه اساسيه، واليوم لازم نكون نحن مبسوطين باللي صار ب 17 تشرين، والنضال مستمر والكفاح مستمر، وانتم بهالمحطه بتعرفوا شو يعني النضال على مر السنين، شو يعني كفاح لنوصل لغايتنا، وبالتالي لا مكان لليأس ابدا. اليوم انا وقت اشوف ابني عمره 17 سنه يستغرب انه الرئيس الحريري ممكن يرجع يعود على السلطه وبيستهجن، فهيدي معناتها بذور الثوره حطيناها بالمكان المناسب، وراح نضلنا نكافح، واذا انا خلص دوري في ابني وبعد ابني راح يكون في ابنه او بنته، وهيك تستمر، لانه لبنان ما بلش معنا ولا بينتهي معنا، لبنان كل عمره باق كدوله، وبدنا نوصله للدوله اللي بنتمناها، الدوله المدنيه العلمانيه لكل مواطنينا شو ما كانوا طائفتهم مدري شو، كلهم واحد قدام الدوله، قدام مؤسساتها للدوله، قدام القانون. هيدا علي سؤال كنت بدي اسال، انه سقطتوا حكومه الرئيس الحريري ويعود الرئيس الحريري بالذكرى السنويه الاولى للثوره، على كل حال العنوان اللي عم نشتغل عليه في هذه الحلقه كان السلطه والثوره. استقبلت نايب اسمه الاستاذ فؤاد مخزومي نائب عن بيروت، باعتقادي انه لازم يمثل من حيث يدري او لا يدري وبمكان ما بصفته نائب انه يمثل السلطه. تبين لي خلال الحديث انه لا اقرب الى الثوره. شو بتريد الا للست لوري؟ اول شيء ست لوري صباح الخير. صباح النور. انت بتعرف افكارها وافكارنا قريب كتير، وبالعكس اشتغلنا سوا على ملف النفط، وكان لها دور اساسي بان تضوي الامور على الشكل يلي هو الحقيقه يلي نحن مارقين فيها. لا شك انه الثوره ما فينا نيجي نحطها باطار واحد،
بس انا تو خوفي انه سوف نخوض الانتخابات سنه 2022 على هالقانون الحالي، لانه اليوم اللي عم نشوفه بالمجلس في انقسام عمودي بعمليه تغيير القوانين. إذا بهالقانون مهم إنه نتفق يكون في تحالفات كبيرة، لأنه إذا ما كان في تحالفات كبيرة خوفي إنه هالطبقة السياسية ترجع بتاخد الأكترية، مش رح تاخد نفس الأكترية بس رح يكون عن الأكترية. وبيهمنا الشباب مثل لوري ومثل الجيل الجديد يلي موجود هن فعليا يوصلوا، لأنه أفكارهم متقدمة علينا كلياتنا. بدي اشكرك انا استاذ فؤاد مخزومي. لوري رح كفي معك. كنت سالت زيت السؤال للاستاذ فؤاد. اليوم صحيفه الاخبار عم بتقول رفعوا، يعني عم بيحكوا عن الثوار شعار كلهم يعني كلهم، لكن لا باس ان يكون بينكم كوادر وقاده وممولون من اركان السلطه. تعليق. شوف انا بدي اقول لك شيء وبدي اخذ مثل ما هن بيفكروا. يعني السيد حسن نصر الله مره قال للثوار وحتى لمعارضينه انه انتم الاسامبشنز الافتراضيات تبعكم دائما عم بتكون غلطه، مشان هيك تحاليلكم غلطه، مشان هيك ما انه عم بتكونوا كل الوقت مغلطين. نحن بدنا نقول ذات الشيء للاخبار واللي وراء الاخبار. عم ينطلقوا من افتراضيات غلطه، عم يفترضوا من افتراضيات انه اول شيء نحن ثوره السفارات، واللي هي غلط. نحن السفارات عم تركض علينا، مش نحن اللي عم نركض عند السفارات وتقول لها ساعدينا ودعمينا ومدري شو، مثل ما السلطه بتعمل. كل تتأزم الامور معها بتروح عند السفارات بتقول انا مستعده فاوتكم على ترسيم الحدود، يلا بس خلوني بالسلطه، ما تحطوا لي علي عقوبات. هاو هن بيعملوا هيك، مشان هيك دائما بيفكروا انه الكل بيشتغل مثلهم. نحن ما بنشتغل هيك، نحن ثوره انطلقت شعبيه لانه في حاجه كان، لانه الوضع مأساوي. والوضع شوف لوين وصلنا كمان، لقد ما كان مأساوي الشعب ما كان قادر بقى انه يعيش بهالغلا وبهالقله الاهتمام وقله الرعايه والقوانين الخاطئه والسياسات الخاطئه اللي كانوا عم يعتمدوها واللي بعضهم عم يعتمدوها، لانه هن مفصولين عن الشعب، هن بغير مسرح، هن بفسادهم، هن بعالمهم الثاني بطائفتهم، وتاركين هالشعب عم بيموت. مشان هيك كان في ضروره للثوره، مثل ما اليوم في ضروره للشعب يسمع صوته. نحن كل شيء بيحكوه بالاخبار مش معنيين فيها، وهدول من اخبار هن من عندهم، من خيالهم، من نسج خيالهم، لانه بيهمهم دائما انه